زراعة معنى كده ان الطفل هيسمع او الحالة هتسمع على طول. لا، هي بتستقبل المثيرات السمعية، بتتعرض للمثيرات السمعية، لكن اخليها ازاي بقى تبدأ تتوصل لغويا. في برامج كتيرة جدا جدا، او حوالي 5 أو 6 برامج مخصصين لإعادة التأهيل بعد إجراء زراعة القوقعة. مدة صلاحية الجهاز في معظم الأنواع 10 سنوات، ولكن هناك مرضى يستخدمون القوقعة لأكثر من 20 سنة. وفي كل الأحوال تساعد زراعة القوقعة مستخدميها على سماع أصواتهم وأصوات الآخرين، مما يمكنهم من تحسين نطقهم وضبط حدة أصواتهم، وهذا تطور غير مسبوق. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. دكتور أحمد، يعني التقرير عرض لأكثر من نقطة ونريد أن نفصل القول فيها فيما يخص زراعة القوقعة. ما فوائد زراعة القوقعة، وما هي المخاوف التي قد يعتقدها أهالي المرضى؟ أولا، بالنسبة لزراعة القوقعة، عادة يكون هناك خلل في الأذن الداخلية مسببة فقدان أو نقص في السمع. هذا الجزء في الأذن الداخلية نعمل لهم زراعة القوقعة. زراعة القوقعة هذه توصل الصوت من الجزء الداخلي إلى من المحيط الخارجي إلى العصب مباشرة، فهي تسوي تتعدى منطقة القوقعة والشعيرات والأشياء، والمنطقة هذه الذي غالبا يكون الخلل فيها وهو يكون السبب في نقص أو فقدان السمع. حاليا هناك مخاوف كثيرة صراحة لدى الأهل. أولا، غالبيتهم من الأطفال، عملية جراحية ما هي بالعملية الجراحية البسيطة صراحة، تخدير عام. كثير من الأهالي يتخوف بسبب أنه يتخذ القرار نيابة عن طفله. نعم. يعني القرار ما هو قراره الشخصي لعملية يجريها لنفسه، فهو يتخوف أن القرار هذا قد يؤثر على حياة الطفل في المستقبل. الآن غالبا هذول الأطفال الذين أو أي شخص يعاني من نقص أو فقدان في السمع يدخل عندنا في مركز الملك عبد الله التخصصي للأذن برنامج اسمه برنامج زراعة القوقعة، لكن لا يعني بالضرورة أن المريض الذي يدخل في برنامج زراعة القوقعة ينتهي بعملية زراعة القوقعة. هؤلاء مرضى يعانون من نقص أو فقدان في السمع، يدخلون البرنامج، تتم لهم الفحوصات وتتم لهم التحاليل وتتم لهم الأشعات، ونرى والفحوصات السمعية والفحوصات اللغوية زين لمعرفة الأسباب المؤدية لنقص أو فقدان السمع، بالإضافة الخيار المناسب لكل حالة على حدة، لعلاج كل حالة. لكل حالة. نعم. الآن هؤلاء الأطفال أو المرضى الذين يعانون من نقص أو فقدان في السمع عندما يدخلوا البرنامج وينتهي من هذه الفحوصات والأشعات، تكون هناك لجنة مكونة من استشاريين جراحة الأذن، استشاريين السمعيات، استشاريين التخاطب، بالإضافة لجميع المنسقين لهذا البرنامج. فتتم متابعة كل مريض، ويتم عرض كل حالة على حدة، ويتم مناقشتها، ويتم اختيار الخيار العلاجي المناسب لهم. بعضهم نرى أن الخيار العلاجي المناسب له اللي هي المعاينات السمعية، نعم. فينتهي على المعاينات السمعية يجربها. بعضهم جرب المعاينات السمعية لم تجدي نفعا، فنبدأ الخيارات الجراحية. فمنهم من تناسبه اللي هو السماعات التي تزرع في الأذن الوسطى، ومنهم من تكون حالته تستدعي زراعة القوقعة. فأنا يعني صراحة أوصل رسالة لجميع الأهالي أن المرضى الذين يدخلون برنامج زراعة القوقعة ما هو بس يعني في المركز الملك عبد الله تخصص الأذن، في جميع المستشفيات غالبا تتم في نفس الطريقة. غالبية المرضى يتم اتخاذ القرار على أساس علمي لكل حالة. الشيء الآخر، لو كان هناك
أي خيار أفضل من الخيار الجراحي دائما الجراحين يفضلونه على أي خيار جراحي. نعم. وبالنسبة للمخاطر العملية ومضاعفات العملية، أي عملية في الدنيا لها مخاطر لها مضاعفات، وكثير من الأشياء التي نمارسها في حياتنا اليومية لها يعني مخاطر في حياتنا، ولكن نمارسها. لماذا؟ لأن الغالب عليها الاستفادة، الغالب عليها النجاح، الغالب عليها أن المريض لا تحدث له هذه المضاعفات. نعم. وتتم عندما يتم الخيار العلاجي لكل طفل، يتم الجلوس مع الأهل ومناقشة الخيار العلاجي المناسب له وتداعياته ومخاطره على المريض بحد ذاته. نعم. لعلنا نسمع تجربة عملية من الأستاذ صالح الثقفي مع ابنته، وكيف قرر هذا القرار نيابة عن طفلته. وأظن أن الحالة مرت على دكتور أحمد، فأرحب بالأستاذ صالح الثقفي معنا في المقهى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذ صالح، وجزاك الله خيرا على قبولك المشاركة وعرض هذه التجربة حتى يستفيد منها المشاهد الكريم. أرجو أن تحدثنا عن تجربة ابنتك في نقص السمع، وكيف قررت فيما بعد زرع القوقعة. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثاني شيء يشرفني أني أشارككم في برنامج أحيا الأمل عند أسر كثيرة. طبعا البرنامج يتحدث عن